بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم 12/2/2025 الأربعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت جمعية الخطاطين العراقيين في كركوك يوم الأربعاء أن مصرع عميد الخط العربي عون النقاش أثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله في أحد المساجد وسط المحافظة. وقال رئيس الجمعية شاهين كركوكلي أن النقاش يعد الخطاط العراقي الأبرز، وقد فارق الحياة مساء اليوم إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء قيامه بنقش آيات قرآنية على جدران أحد المساجد في مدينة كركوك. وأضاف أن النقاش سيوارى الثرى في إحدى مقابر كركوك حيث ولد وتوفي فيها، مشيرا إلى أن أهم أعمال النقاش كتابة المصحف الشريف بمعية المذهب الأثري علي رضا الذي قام بتذهيب وزخرفة المصحف. وعوني عادل عباس النقاش من مواليد 1961 في كركوك، متزوج وله 6 بنات وولد وعبد الرحمن، ويحمل النقاش دبلوم تعليم ابتدائي، وعمل مشرفا فنيا في مديرية الأنشطة المدرسية لتربية كركوك ومسؤولا لقسم الخط العربي والقرآن الكريم قبل أن يحال العام الماضي على التقاعد. شكرا.